أعزائي المشاهدين، أهلا مرحبا بكم معانا وحلقة جديدة وكاميرا بين الناس. دايما كاميراتنا بتكون في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. في البداية بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين. طبعا أمس كان أول عيد، أول يوم في عيد الفطر المبارك، وطبعا كان عيد سعيد علينا وعليكم جميعا يا رب. اجعلها أيام جميلة وحلوة. والنهاردة 21 مارس وهو عيد الفطر تاني يوم، وأيضا عيد الأم، عيد ست الحبايب يا حبيبه. الام دي حاجه كبيره قوي 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 قوي. مهما الواحد يقول امي دي ايه هي وايه معناها وايه جمالها، ربنا خلق البنين لنعمه والبنات حسنه، وعشان كده البنات دي بيطلع منها الام. ربنا بيبدا يدرب الام من البداية كده في الحمل 9 أشهر عشان تتحمل المعاناة والتعب وتشيل ضناها وابنها جواها لحد ما يطلع، وتبدأ تربيه وتتعايش معاه وتتعامل معاه. حتى بعد ما أبنائنا بيتجوزوا يبقى لهم أبناء، بتفضل الأم أقوى كمان. فمهما نقول عن الأم هنقول إيه؟ وصى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. الأديان كلها بتوصي بالأم. مهما اقول لك مفيش حد في الدنيا دي، في الدنيا دي كلها على بعضيها، ولا حتى ولادك هيحبك تكون احسن منه غير امك وابوك. ففعلا اللي عنده ام يقرب منها، يحبها قوي، يراضيها، يراضيها بجد. تعالوا مع بعض نطلع بفاصل عشان نتكلم عن الام اكثر واكثر وباستفاضه، ونقول العصور والتاريخ قد ايه كان بيقيم الام وبيقدرها. يسعدني يكون معانا على الهواء مباشره الدكتوره ولاء محمد، استاذه التاريخ الاسلامي. اهلا بيكي معانا يا فندم. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، وطبعا بوجه تحيه تهنئه الى كل ام مصريه وام عربيه وجميع امهات الارض. كل سنه وانتم بخير، ولا ننسى كل ام فارقت الحياه لكنها تركت ذكراها العطره في قلوب ابنائها. حقيقي حقيقي على فكره، يمكن اللي فقدوا امهاتهم بيجي عيد الام عليهم بيبقى العمليه بالنسبه لهم صعبه، لكن هي الام معاكي في كل يوم، في كل لحظه، في كل حاجه حلوه بنمر بيها، حاجه وحشه بقول لو امي معايا، وانا فرحانه بقول لو امي معايا. ده الطبيعي. دكتوره ولاء، في البدايه كده عايزين نتكلم التاريخ والعصور كانت بتتعامل ازاي مع الام وتقدير الام. الأول طبعا أنا أحب أنوه للسادة المشاهدين إحنا ليه اخترنا تاريخ 21 مارس طبعا مصطفى كعيد امين. للأم. إشمعنى التاريخ دوت بالذات؟ اختاروا مصطفى امين. مصطفى أمين اختاروا الكلام ده كان 1956، وكان سبب اختياره للأم إن جاءت إليه إحدى الأمهات المصرية تحدثه عن مدى ما ذاقته من مشقة في تربية أبنائها نظرا لوفاة زوجها، وأحسنت تربيتهم لكنهم عندما شبوا هجروها، وطبعا فطرت قلوبهم بها. فمن هنا جت الفكرة لمصطفى أمين وعلي أمين إن هم يعملوا فكرة يوم لعيد الأم، لكن طبعا الأم دي عيدها كل يوم طوال أيام السنة. الكلام ده 1956. طب ليه اختار بالذات 21 مارس مع بداية فصل الربيع؟ لأن طبعا احنا خلاص بنبدأ فصل الربيع اهو. تمام، يعني بداية بقى تفتح الزهور وبداية الرونق والازدهار والخضرة والنماء والحياة. فهو رمز إليها لهذه الرمزية إلى كل أم مصرية. فمن هنا جت فكرة 21 مارس الاحتفال بعيد الأم. أنا طبعا الكاتب الراحل مصطفى أمين كان عبقري في كل حاجة، يعني عبقري في قراراته، عبقري حتى في تحديد الأعياد، يعني حقيقي. يعني هرجع أتكلم عن التاريخ. هنتكلم عن التاريخ الإسلامي وتقديره الأم والفرعوني. بالظبط، احنا هنبدأ بقى من تاريخنا المصري القديم. لأن احنا طبعا دولة ضاربة في القدم، مصر جاءت وجاء من بعدها التاريخ. ماذا كانت تمثل الأم في مصر القديمة؟ هنبدأ بالأول في السيسيولوجي، اللي هو إيه؟ علم الأسطورة في مصر القديمة، وكيف جسد الأم بداية من إيزيس اللي هي
تسمى إيزا، لكن إيزيس دي جت طبعا في اللغة الإغريقية. هي كانت الأم العظيمة، حتى كانت بتمثل على الجداريات والبرديات من خلال جناحيها اللي هم المجنحين، نظرا هنقول لمدى الالتحام الأم حول أبنائها. فكان ليها رمزية، وكانت طبعا بتمثل في عندنا في معبد إدفو بأسوان وغيرها من المعابد المصرية، وهي تحتضن ابنها حورس بعد وفاة زوجها، حتى شب هذا وأخذ بالثأر لوالده من عمه اللي هو ست، اللي هو كان رمز الشر، اللي هي جت منها بعد كده ست كلمة ستن اللي هي شيطان. طيب، دي كانت أعظم أم في التاريخ المصري القديم. حتى هنجد أن المرأة المصرية في التاريخ المصري القديم بتاعنا كان بيمجد المرأة، لأنها كانت قصيم الرجل في إعمار هذا الكون. هو دائما المرأة، وبالأخص يمكن هنتكلم عن المرأة المصرية، ملاحمة مع الرجل من الناحية الفرعونية وتاريخنا الفرعوني. حتى لما بتدخلي المتاحف الرجل جنب المرأة. في جميع الأعمال الدرامية بتجي المرأة لها دور هام جدا. بالظبط كده، لأن هي القضية الخلافية حوالين الرجل أحق أم المرأة وأيهما أعلى دي ما كانتش بتشغل المصري القديم. عشان كده حضرتك هو بنى حضارة، هي كانت قصيمة الرجل في إعمار هذا الكون. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ حتى هنجد ان معبودات العدل زي ماعت كانت بتصور بصورة امرأة، فكانت رمز للعدل، وكثير من المعبودات والكاهنات كانوا امرأة. ايه اللي حصل بعد كده؟ هنجد مثلا عندنا معبودة الموسيقى وربة الجمال حتحور، وحتى تيجان الأعمدة في معبدها في مدينة دندرة بقنا كان يمثل على شكل امرأة اللي هي المعبودة حتحور. طب في أمثلة كتير عندنا في مصرنا القديمة، احنا مش هنقدر ان احنا نعبر التاريخ بدون ان نتحدث عن العظيمة الأم العظيمة إياح حتب، التي جيشت الجيوش من أجل أن تخرج الهكسوس وتطردهم من مصر حتى تصبح مصر مستقلة وتعود مرة أخرى للمصريين. فهي دعمت زوجها اللي هو سكن راع في حروبه حتى وفاته المنية في ميدان المعركة، ثم بعد ذلك دعمت ابنها كاموس حتى حقق يعني هنقول قدرا من النصر وحرر بعض المدن المصرية، رغم ان كان ابنها سنه صغير مش كبير. بالظبط، ده بعد وفاته كمان حضرتك دعمت ابنها أحمس اللي هو نسب إليه قهر الهكسوس وخروجهم من مصر. يعني هي معنى كده ان هي كانت الزوجة والأم الداعمة حتى أخرجت الهكسوس، وهنقول أقمرت سماء مصر، لأن هي كان أسمائهم من أسماء القمر، فأنا بسميهم أسرة القمر لأنها أضاءت سماء مصر من ظلمات الهكسوس. وأسرة عطاءة، والأبر هاند أو اللي ماسك زمام هذه الأسرة هي المرأة أو الأم. بالظبط كده. حتى هنجد أمثلة كثيرة جدا في التاريخ المصري القديم كيف كانت الأم المصرية داعمة. هنجد مثلا أن الملكة تي اللي هي كانت زوجة أمنحات الثالث اللي هي أم أمنحات الرابع اللي هو كان إخناتون اللي احنا عارفينه في العموم بكلمة إخناتون، كانت الزوجة الداعمة حين مرض زوجها، هي التي رفعت هنقول قواعد مصر شامخة كما هي حتى سلمت البلاد إلى ابنها إخناتون، وظلت داعمة له رغم أنه هو غير الديانة من الديانة الآمونية للديانة الآتونية، لكن ظلت الأم الداعمة. من الناس اللي اعترف بالله. أنا عايزة أقول لحضرتك يعني من أوائل الناس اللي اعترفوا بالله الواحد. هي فكرة الوحدانية دي أساسا في الفكر المصري القديم، لأن ديت موجودة بالفعل على الجداريات، فما يصدر إلينا من تعدد الآلهة هم 28، هم مش مجرد إن هي تعدد آلهة، هم عبدوا الله فيه من خلال تجلياته على الأرض، لكن المصري القديم كان يؤمن بالإله الواحد الأحد. فسواء كانت الديانة كانت آمونية أو آتونية، هو الإله الخالق واحد. جميل. وإحنا بنتكلم عن الأم، يمكن حتى في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيوصي بالأم طبعا، هو في كل حاجة. يعني حتى اللي كان هيسافر عشان حرب يقول له أنا ما عنديش غير أمي، يقول له لا اقعد جنب مامتك جنب أمك.
فطبعا الحياه، الام دي هي الحياه، يعني ده حقيقي، هي اللي بتعمل كل حاجه. احنا طبعا يعني لو تركنا المصرية القديمة وهنتجه إلى مصر المسيحية وكيف كانت مصر صدرت المسيحية الحقة إلى العالم، وهناخد رمز واحد للأمومة وهي السيدة مريم العذراء، وكيف احتوت وليدها وظروف ولادتها اللي كانت صعبة ما بين قومها، وكيف احتضنته، ورحلتها المقدسة إلى مصر اللي استظلت حوالي قرابة 3 سنوات هنا في مصر، وكيف للحفاظ احتضنت على سيدنا ابنها عيسى سيدنا عليه عيسى عليه السلام. السلام، فهي رمز للأمومة في ديانتنا المسيحية. وخوفها ورعبها بالظبط. يعني. طب جان بتقولي نرفع اذان العصر ثم نعود مره تانية، اتفضلي يا جان. رجعنا مرة تانية مع دكتورة ولاء محمد أستاذ التاريخ الإسلامي. دكتورة ولاء، احنا كنا وقفنا عند ستنا مريم وسيدنا عيسى عليه السلام، وقد ايه الأم ستنا مريم تعبت قد ايه لما ولدت سيدنا عيسى. ننتقل للإسلام. طبعا نحن كتابنا القرآن وهدينا سنة نبينا محمد الصلاة صلى الله والسلام. عليه وسلم. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: من أحق الناس بصحابتي؟ قال له: أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أمك. فأوصى الرسول الكريم على الأم توصية مشددة نظرا لعطائها، ونظرا إنها نقول لرسالتها المقدسة على هذه الأرض: إن أردت إفساد أمة فعليك بالمرأة، وإن أردت إصلاح أمة فعليك بالمرأة. لأن المرأة هي صانعة الرجال، المرأة هي التي تخرج العضو الصالح إلى المجتمع حتى يصبح مواطن صالح داخل هذه الدولة. لأن وظيفة الأم هي التي تغرس القيم والأخلاق الأولية، وهي التي تربي الضمير الإنساني داخل قلوب ووجدان أبنائها، لأن الوجدان يتواجد قبل العقل. فهذا ما تفعله الأم، فهي وظيفتها الأم داخل الأسرة هي عمود خيمة البيت حتى يستقيم. الأم فعلا في حد ذاتها هي بتعلم ولادها الحنية، العطاء، الود، طريقة التعامل مع الآخرين، مع الأقارب، مع الخال، مع العم. الأم هي الدور الأساسي في نشأة الشخصية عند الأطفال. يعني بالظبط. أنا مع أبنائي أنا اللي ببني شخصيتهم من الأساس. بالظبط، هي الداعم وهي المعلم الأول لأبنائها. حينما نتدرج شيئا فشيئا منذ ولادة الطفل الوليد، هي التي تحميه داخل رحمها، ثم بعد ذلك هي التي تحتضنه وتعطيه من حبها وحنانها حتى أن يستطيع أن يواجه العالم الخارجي ويخطو في يدها خطواته الأولى ويتعلم من نبض قلبها جميل كلماتها. الله ثم أحلى حينما أيوه. يخرج للعالم الخارجي ماذا تكون الأم؟ الداعم. وعندما يشب الابن أو الابنة تصبح هي الناصح الأمين له. من يحبك أن تكون خير منه؟ أمك. ده حقيقي. في نهاية لقائنا بشكرك جدا دكتورة ولاء محمد أستاذ التاريخ الإسلامي. بشكر حضرتك جدا، وكل سنة وكل أم طيبة. وبوجه رسالة بسيطة لكل أبنائنا وبناتنا: عليكم بأمهاتكم خيرا، لأن طبعا وجودها في الدنيا هو أساس هذه الحياة. كل سنة وكل أم بخير. وجودها في الدنيا هي النعمة الجميلة الحلوة اللي هتفضل تستمتع بيها طول ما هي موجودة معاك. ولو بالرحلة ربنا يخلي كل أم يا رب، هتحس قد إيه إنك كنت مقصر. مهما كنت كويس برضه هتحس إنك أنت كنت مقصر. زمايلي محضرين فقرة خارجي، نشوف الاحتفالات بعيد الأم شكلها إيه. تعالوا مع بعض نشوفها.
سنة وانت طيبة يا ماما، وعيد سعيد عليكي وعلى الأمة الإسلامية جميعا، وكل سنة وانتم طيبين طبعا بمناسبة عيد الفطر. ربنا يجعلها أيام سعيدة إن شاء الله، وعيد سعيد على الجميع إن شاء الله. ربنا يبارك لهم، ربنا يحفظهم، وربنا ما يحرمش حد من والدته، ويجعله عيد سعيد عليهم إن شاء الله. اسمها أول اسم في عمرنا ده. ربنا يخليكي ليا يا امي ويديمك علينا يا رب ويديك الصحه وطولة العمر. وانا عارفه ان انت تعبتي في حياتك كتير عشان تكبرينا وتبقي معانا. ربنا يخليكي يا رب ويديك الصحه ويشيل عنك يا رب وتفضلي كده دايما معانا وفي ظهرنا. كل سنة وانت طيبة يا ماما، وعايز سعيد عليك يا رب، ودايما معانا يا رب يا رب، والعمر طويل ليك يا رب. حابه اقول لكل ام كل سنه وانت طيبه والام طبعا، وكل عام وانتم بالف خير يا رب. احب اقول لاي بنت عندها ام اللي هي كسبت حاجه كبيره قوي، وبجد الام عمرها ما هتتعوض ولا باي حاجه ولا بفلوس الدنيا. ربنا يرحمها. وبقول لكل الأمة المصرية كل سنة وانتم طيبة عشان عيد الأم. حلوة أوي الفقرة بصراحة، يعني شدتيني يا جيهان، الفقرة جامدة حقيقي، وكل زمايلي طبعا علاء وكلهم. أرجع وأتكلم عن جزئية مهمة جدا برضو عن الأم البديلة. الأم البديلة لها كل التحية والتقدير، هي الأم. في أمهات بديلة وبتربي وبتدي بعطاء غير عادي. أيا كان بقى رد الفعل اللي قدام الواحد ما بيفرقش معاه قد ما هو الأم البديلة في بعض الأحيان بتراضي ربها قبل ما بتراضي أي مخلوق تاني. فعشان كده برضو تحية لكل الأمهات البديلة، وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهارده عيد الأم وعيد الفطر الجميل المبارك. طبعا زمايلي نزلوا عملوا مجموعة من اللقاءات داخل محافظة القليوبية في بنها، وشافوا الناس ازاي بتحتفل بعيد الفطر. تعالوا مع بعض نشوف هذا التقرير ونعود مرة تانية. العيد اهو جه وخلى الدنيا علينا سعيدة، العيد اهو جه وخلى الفرحة تبقى أكيدة، العيد اهو جه يجمعنا بأجمل سهراته، العيد اهو جه وهينغنغنا. برنامجك ايه في العيد بقى؟ والله اهم حاجه الاسره، يعني برضه بنحاول نفرحهم يعني اليوم. العيديات ده فيهاش كلام بقى، احنا مش هنتكلم فيها يعني. مظبطهم يعني ولا ايه؟ اكيد طبعا كل واحد مبسوطين اهو، كل واحد الحمد لله. قاعد اهو 100 100. لازما ليهم يوم لازما يخرجوا فيه، اكيد طبعا زيهم زي غيرهم. نقول للناس كلها يعني ربنا يوسع الجميع ويمن عليهم بالصحه والعافيه، وكل سنه وهم طيبين، ويعيد عليهم الايام بخير ان شاء الله. اقول لاولادي واولاد ولادي احفادي كل سنه وهم طيبين، ربنا يخليهم لينا يا رب في حق جاي النبي، وكل سنه وهم طيبين. بنعمل الحاجات العادات بقى اللي هي الاكل وكده، ونيجي دايما النادي بقضي فيه مع اولادي، بس المره دي ابني يعني مش موجود معانا في اسكندريه هو اكيد، وبعدين جبت بنتي وولادها عشان نقضي العيد هنا في النادي. هقول كل سنه وهم طيبين، وربنا يخلي لكم اولادكم يا رب، ويتعاد عليكم الايام بخير يا رب.
نصحى للأكل ونقعد بالعيال عشان يتفسحوا، وإن شاء الله الأيام كلها تبقى خير وبركة إن شاء الله. حماية وحماتي وأخويا كل سنة وهم طيبين. كنت أتمنى إن تبقوا معايا بس الظروف مش العيد الجاي إن شاء الله. ادي حماكي وحماتك، وبعد كده أخويا بقى قولي له ايه؟ كل سنة وهو طيب وأولاده. العيد فرحة ولمة، والقرايب والأهالي والصحاب بيتلموا مع بعض. ويمكن الجو اليومين دول صعب شوية، لكن برضو الناس بتلم، برضو الناس بتفرح، برضو الناس بتخرج في الحدائق وتستمتع بيومهم، ويجعل أيامنا كلها جميلة وحلوة ومليانة بالأعياد. تعالوا مع بعض نشوف في إحدى الحدائق الناس بتعمل فيه إيه وبتستعد وتاكل، هتاكل إيه وهتشرب إيه، والعيد بالنسبة لهم عبارة عن إيه. تعالوا مع بعض نشوف. كل سنة وانتم طيبين على الأمة الإسلامية، ومصر دايما بخير، وأحلى الأعياد في مصر. أسعد يوم في حياتنا إن احنا نخرج ومعانا عيلتنا كلها في العيد، وكمان يصادف النهارده عيد الأم، فالفرحة فرحتين، فرحة عيد الفطر وعيد الأم. بحب ماما وبابا وأخويا وتيتا وجدو. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والناس كلها بخير يا رب، ودايما متجمعين. العيد طبعا يعني مظهر من مظاهر الفرحة، دي حاجة يعني انت لازم تستغلها، لازم تخرج من الضغط اللي انت كنت فيه، ضغط الشغل، تتجمع مع اهلك، تتجمع مع قرايبك، تتجمع مع حبايبك، تروحوا حدايق، تروحوا جناين، تروحوا ملاهي، المهم بس تخرج نفسك من الكبت اللي انت كنت فيه. والحمد لله يعني كل سنه والناس كلها طيبه. كل سنه وكل الامه الاسلاميه طيبين، وعيد سعيد على الجميع. وبمناسبه عيد الام برضو كل سنه لكل ام مصريه وكل ام تعبانه، وعيد سعيد يا رب على الجميع يعني، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون عيد ابيض على امه الاسلام بحالها، ويجعل الامه الاسلاميه بخير وسلام ان شاء الله. كل سنه وكل الناس بخير، وكل الناس وهي طيبه. والله انا بقول للشعب المصري والدنيا كلها كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيد علينا وعليكم ايام بخير يا رب ان شاء الله. سمات الشعب المصري عامه الفرحه والبهجه، وكل اسره بتبقى مبسوطه بالعيد، والتجمع الاسري دوت دي حاجه كبيره جدا ما بنلاقيهاش في اي حته تانية. وكل سنه ومصر كلها طيبه يا رب، وتكون عيد سعيد على الامه الاسلاميه كلها يا رب. كل سنه هم طيبين وعلى طول مبسوطين. كل سنه وانتم طيبين طبعا، وكل سنه وانتم طيبه يا ماما، بحبك قوي والله، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. وصلنا لنهايه الحلقه، بس قبل ما نختم، العيد حلاوته في لمته، العيد حلاوته في فرحته، العيد حلاوته ان احنا نتزاور ونروح لبعض ونتجمع ونقعد، نتغدى، نتعشى، نفطر. المهم اللمة حلوة. والمصريين دايما، يمكن شفنا مجموعة اللقاءات لزمايلي عاملينها، العيد حلو في مصر فعلا. كل حاجة حلوة في بلدنا، كل حاجة ليها معنى، واحنا كمصريين بندي كل حاجة حقها، طعمها، ريحتها، جمالها. تحس ان احنا عندنا في بلدنا كده كل حاجة بنديها حقها على حق ربنا. نفرح لما بنزعل. حتى النهاردة واحنا بنحتفل بعيد الأم، بقول لكل أم مصرية كل سنة وانتي طيبة يا ست الحبايب، يا عطاءة، يا اللي دايما بتتعاملي مع ولادك وبتديهم بدون ما تفكري، وبتديهم بكل حب، متبقاش عايزة منهم غير حاجات بسيطة. المودة، يسألوا عليكي، يقربوا منك. في بعض الأمهات وولادي بيقولوا عليا كده، هو أنا يا ماما أنا مهما أعمل لك ما برضكيش؟ لأن أنا عملت لكم كتير. أي أم عملت كتير قوي، ودت ولادها كتير قوي بكل حب بكل ود، ونفسها إن ابنها ولا بنتها يكونوا أحسن منها مليون مرة. تحية لكل أم مصرية، لكل سيدة مصرية. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين مناسبة عيد الفطر. بقول لك كل سنة وانت طيبة يا جيهان. وبقول كمان لزمايلي بقى جيهان، بقول لها كل سنة وانتم طيبة، وزمايلي علاء ومحمد وحاتم واحمد الازهري بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية. بشكركم على حسن متابعتكم لينا، وكان معاكم في كاميرا بين الناس نشوى عاشور. وجيهان بتقولي هنختم
بست الحبايب لفايزة أحمد، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.